وفي الفيديو ده هوريك افضل 10 اهداف للراحل محمد عبد الوهاب. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب، وكمان متابعه لصفحه الفيسبوك، وما تنساش تدي اللايك المتين وتصلي على النبي. ويلا بينا. واول ما نذكر اسم عبد الوهاب لازم اول حاجه تيجي في دماغك هي فاولاته، سواء من اليمين او من الشمال. الراجل ده كان بيحط الفاولات اكنه بيحطها بايده رحمه الله عليه، زي ما انت شايف كده، رغم ان هي مش على عدلته والناحيه الشمال مش ناحيه اليمين، ولكن حاطط الفاول في المقص بدقة متناهية في حتة صعبة وبعيدة جدا على حارس المرمى، وكمان من فوق الحيطة بمنتهى الدقة. حاجة كده الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لك على طول، عبد الوهاب يعني فاولات، والمرة دي بقى من ناحية اليمين، والهدف الثاني معانا في الفيديو، وبرضه بمنتهى الدقة أكنه بيحطها بإيده. بص بقى الكورة إزاي شايلها من فوق الحيطة عشان تروح الناحية التانية خالص، بعيد عن حارس المرمى وبعيد عن الحيطة وبعيد عن الدنيا كلها، في المقص فوق لا تصد ولا ترد، بمنتهى القوة والمهارة. كان عنده ملكة في الحتة دي مش عند حد في مصر كلها، لدرجة ان تريكة معاه في الفرقة وهو اللي بيشوط الفاولات. خلاص بقى انت المفروض اتعودت معايا ان عبد الوهاب يعني فاولات، وبرضه المرة دي فاول بتنفيذ ولا اروع من فوق الحيطة. كان الراجل عنده حتة كده مش عند حد في مصر، حرفيا بيلعب الفاول اكنه بيلعبه بايده زي ما انت شايف، ولا حارس مرمى ولا حيطة ولا اي حاجة وتقف قدام تسديد الفاول او تنفيذ الفاول بتاع عبد الوهاب، لدرجة انه عنده كم اهداف كبير جدا من الفاولات زي ما انت شايف. الهدف الرابع معايا بقى هخطفك واخدك بعيد شوية كده عن قصة الفاولات وتسديدة قدام الكروم او الاولمبي. اعتقد قدام الاولمبي تسديدة قوية جدا من محمد عبد الوهاب من قبل كده قوس ال 18 من على بعد تقريبا 35 ياردة. رجله كانت عارفة المرمى، سواء بكور متحركة او كمان تسديدات، وكان باك شمال مهاري. عرضياته واوفراته بتتلعب بالمسطرة على دماغ اسامة حسني وعماد متعب. محمد عبد الوهاب كان من افضل الباكات الشمال اللي موجودة في تاريخ مصر، سواء تسديد او تسجيل او كمان دفاع، رحمة الله عليه. والهدف الخامس معانا، ونرجع تاني للشيخ علي فرج، وبرضه تسديده من فاول وبرضه من فوق الحيطه، وبرضه بتاخد ايد الحارس وبتدخل زي ما انت شايف. الشيخ علي فرج هنا ما قدرش يتعامل مع الكوره، والكوره اخدت ايده ودخلت. هو ده محمد عبد الوهاب اللي زي ما قلت لك كان معاه تريكا في الفرقه، بس هو كان المسدد الاول للفاولات سواء من اليمين او من الشمال، رغم ان في الطبيعي لما كوره بتبقى من الشمال بيروح لها واحد بيمينه والعكس صحيح، ولكن عبد الوهاب كان بيسدد الفاولات من اي حته في الملعب، ودي كان من اهم ميزاته. وعشان ما تزهقش مني تعالى اوريك الهدف السادس من كوره متحركه ثرو اتلعب لعبد الوهاب الباك الشمال الطائر، قدر ياخد الكوره ويعدي من حارس المرمى، او الكوره خدمته وقدر يكملها في الجون. وكان من الاهداف بتاعت عبد الوهاب الحلوه اللي من كور متحركه بتحركات ذكيه من الجناح او الباك الشمال الطائر. الهدف السابع معانا وبرضه من الفاول، بس المره دي في منتخب الشباب اللامع بتاع حسن شحاتة، وفاول بتنفيذ برضه مثالي، حيث يسكن الشيطان وابو الشيطان وام الشيطان. شوف ازاي الدقة وازاي الكرة اصلا ملعوبة، حارس المرمى في زاويته ورغم كده ما قدرش يتعامل معاها تماما. حرفيا عبد الوهاب من افضل منفذين الضربات الحرة او الفاولات من على ال 18 في تاريخ مصر، ولو كان كمل كان ممكن يسجل له ولا 100 هدف كمان من الفاولات، ولكن رحمة الله عليه ربنا اختاره. الهدف الثامن وبرضه تحرك مميز جدا من الباك الشمال الطائر محمد عبد الوهاب، اللي قدر يستلم الوان تو وياخد الكرة ويقتحم منطقة الجزاء ويحط الكرة تشيب بسيط جميل جدا، ولا أجدعها مهاجم من فوق حارس المرمى عشان يعلن عن هدف جميل للمنتخب. ودي قيمة عبد الوهاب وأهداف عبد الوهاب الحلوة. والهدف التاسع معانا، وزي ما قلت لك يمين شمال هات عبد الوهاب وهو هيتصرف، ولو مين واقف في المرمى عبد الوهاب هيحطها في المرمى برجله الشمال اكنه حاططها بايده حرفيا وفي المقص، وهتيجي ولا حيطه ولا حارس مرمى هيعرف يتعامل معاها. عبد الوهاب كان عنده دقه متناهيه في تسديد الركلات الحره والفاولات، سواء من اليمين او من الشمال، على عدلته مش على عدلته ما كانش بيفرق معاه الكلام ده خالص تماما بتاتا زي ما انت شايف كده.
والهدف الأخير معانا لعبد الوهاب وبرضه من الفاول يعني ده الطبيعي خلاص، وبرضه من فوق الحيطة، وبرضه في الزاوية اللي الحارس واقف فيها، وبرضه الحارس ما بيقدرش يتعامل معاها. في آخر ملعب لعب عليه عبد الوهاب، وآخر مكان كان عبد الوهاب قبل ما يرحل عن العالم بتاعنا. ورغم إن الموضوع فات عليه كتير جدا، ولكننا لسه بنتذكر عبد الوهاب، ولسه موجود في قلوبنا، ولسه عبد الوهاب قطعة من النادي الأهلي، وعمرنا ما هننساه لأنه كان موهبة كبيرة سواء فنيا أو كمان راجل أخلاقيا على أعلى مستوى. ودي كانت أحلى 10 أهداف لمحمد عبد الوهاب، أفضل منفذ فاولات في تاريخ مصر. محمد عبد الوهاب أفضل منفذ ضربات جزاء في تاريخ مصر من وجهة نظري. زي ما شفتوا في الفيديو، محمد عبد الوهاب توفى وعنده 22 سنة تقريبا. عبد الوهاب لو كان كمل في مسيرته كان هيبقى أحسن باك شمال في تاريخ مصر، ولكن ربنا اختاره زي ما قلنا في الفيديو. محمد عبد الوهاب توفى في يوم مأساوي في ملعب مختار التتش، أكتر مكان هو كان بيحبه وأكتر مكان كان هو الراجل ده بيتواجد فيه في التمرين وفي حياته كلها هو النادي الأهلي، ملعب مختار التتش. عبد الوهاب بدأ حياته مع الألمونيوم هناك، ومنه انضم لمنتخب الشباب كمان من الألمونيوم، ومن الألمونيوم راح إعارة الإمارات، ومن الإمارات رجع على إنبي، ومن إنبي للنادي الأهلي، وعمل مسيرة كانت هتبقى كبيرة ما كملتش كتير، ولكن أثبت نفسه فيها وحقق 2 دوري، وكمان حقق دوري أبطال أفريقيا عام 2005 لما عمل الأوفر الشهير لأسامة حسني في ماتش النهائي مع النجم الساحلي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناة اليوتيوب، وكمان متابعة لصفحة الفيسبوك. وبس كده، سلام.